بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة بانيه الشركات بمنتهى السهولة. عندي نص كيلو من البانيه، هنبتدي نفرمه في الكبة كده فرم ناعم. لو فرمتيه مرة وحسيتي ان هو مش ناعم قوي، ممكن تعيدي عليه الفرم مرة تانية علشان تحصلي على القوام الناعم جدا لعجينة البانيه. هنبتدي نفرمه كله. انا بضيف قطعتين قطعتين كده لان الكبه زي ما احنا شايفين صغيره. لو عندك كبه كبيره ممكن تفرمي نص كيلو مره واحده، هيكون اسهل عليكي وتخلصي وخلاص. انا دلوقتي فرمت البانيه بتاعي زي ما احنا شايفين فريش كده ولونه وردي وجميل. وجبت المكون التاني اللي هو الفيجيتار. فيجيتار ده بنجيبه من عند العطار، هو جاهز كده بيبقى ناعم، وكمان في التوابل بتاعته مش بتحتاجي تضيفي اي توابل خالص للبانيه اللي احنا هنعمله النهارده اللي هو بانيه الشركات. بنبتدي نعجنه كده مع بعضه من دون اي توابل، ونبتدي نشكله زي صوابع الكفته كده، وبعد كده نبططه ونفرده ونعمل له بوزه كده. بنحط جنبنا طبق فيه شويه ميه بنبل صوابعنا واحنا بنشكله علشان ما يلزقش في ايدنا، ويطلع شكله مستوي كده ومنظم وشكله كويس جدا. هنبتدي نشكل الكميه بتاعتنا كلها بنفس الطريقه. انا فرشه على الصينيه كده كيس من بتاع التلاجة علشان لما اجي اخرجه ما يلزقش. حطيت كيس كمان علشان اعمل الطبقه التانية، عملتها كده وعشان ما يلزقوش في بعض، ودخلته الفريزر اتجمد معايا حوالي ساعتين. زي ما احنا شايفين خرجته كان زي ما احنا شايفين كده متماسك ما شاء الله اللهم بارك. بالشكل ده اقدر اخزنه في اكياس التلاجة بمنتهى السهوله، مش هيمسك في بعضه. ارص الكميه بتاعه الاكله الواحده في الكيس كده، وابتدي اعمل كيس تاني علشان يبقى متوفر عندي. البانيه ده سهل جدا، حاجة مختلفة عن البانيه التقليدي. ده بانيه الشركات بتعمليه لاولادك. لو مثلا انت عاملة اكلة مش بيحبوا ياكلوها، بتطلعي على قد اللي هياكلوه وبتحمريه بمنتهى السهولة. وهنبتدي نحمر كمية دلوقتي منه. انا سبت كده مقدار كيس هعمله قدامكم دلوقتي علشان نشوفه مع بعض. بجيب طبق كده فيه شوية من المية، وكمان بجيب البقسماط الكريسبي الاصفر ده، بفرمه فرمة خفيفة كده في الكبة لان حبيباته بتبقى كبيرة جدا. وببتدي انزل بقى بقطع البانيه في المية علشان لما احطها في البقسماط الكريسبي ده يمسك عليها بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين. وبنكمل بقى الكمية. بجيب بمعلقة كده ابله المية، وبعد كده اطلعه على الكريسبي وابططه كده واضغط عليه شوية علشان يمسك في الكريسبي ده. وخلاص كده هخلص الكمية بتاعتي بمنتهى السرعة والسهولة. عملنا البانيه الشركات زي ما احنا شايفين شكله ما يختلفش ابدا عن الجاهز، عن الاسامي الكبيرة زي كوكي واطياب والحاجات دي، بس طبعا ده بنظافة اكل البيت وكده بدون اي مواد حافظة طبعا. عملنا كمية حلوة تكفينا اكتر من 3 مرات بالشكل ده. دي مرة من المرات. حمرت بقى البطاطس بتاعتي علشان استغل الزيت كده وهو نضيف قبل ما انزل فيه بالبانيه، ونزلت بقطع البانيه زي ما احنا شايفين كده اللهم بارك. طبعا ما بتاخدش وقت خالص، بتحمر بمنتهى السهولة، تاخد لون ذهبي خفيف كده، ما تغمقهاش عشان تطلع شكلها حلو وتفتح النفس. زي ما احنا شايفين انا حمرت الكمية بتاعتي، بطلعها على مناديل المطبخ علشان لو في زيت زيادة اتخلص منه بمنتهى السهولة. شايفين معايا اللهم بارك. عملت كمية حلوة وعملت أكلة حلوة ولادنا كلهم بيحبوها بمنتهى السرعة والنظافة ما شاء الله. تقدري تقدميه بقى جنب اي حاجة، ممكن تكليف سندوتشات عادي مع المايونيز والكاتشب، ممكن تقدميه جنب مكرونة بالصلصة الحمراء. انا عملته النهاردة جنب بطاطس محمرة ومكرونة بالصلصة الحمراء، وعملت ده تلت الكمية اللي انا عملتها من النص كيلو اللهم بارك، تأكل 4 افراد. وكان طعمه خطير ونشوفه من قريب اللهم بارك. مستوي جدا، لونه تحفة فاتح من جوه، كله لحم دجاج كده ولحم صافي وكمان كريسبي، ولونه يفتح النفس ذهبي كده وخطير. جربوا بانيه الشركات بالطريقة دي، مكوناته حلوة بهاراته مظبوطة وطعمه خطير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى يا حبايبي تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا اللايك والشير. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.